التوبة إلى الله طعمها في القلب أحلى من طعم العسل في اللسان. والذي ذاق هذا الطعم، طعم التوبة الذي ذاقه، يعرف الآن عن ماذا أتكلم. بل عندما يتوب الواحد من الله عز وجل فإنه يكون قد تحققت له 3 نعم عظيمة جليلة في نفس اللحظة التي قرر فيها أن يتوب. كل نعمة منها تعادل الدنيا وما فيها. أول نعمة أن الله تبارك وتعالى أمهله إلى أن تاب. هذه النعمة بحد ذاتها. تخيل لو أنه مات قبل أن يصل إلى تلك اللحظة، لحظة التوبة، كيف سيكون حاله؟ ماذا سيقول الملائكة في قبره؟ مصيبة. لكن الحمد لله أنه تدارك نفسه وتاب. الحمد لله أن الله أعطاه من الأيام ما أوصله إلى هذا اليوم السعيد الرائع. أصلا ربما يوم التوبة هو أفضل يوم مر عليك في حياتك كلها. النعمة الثانية، المكافأة الثانية، هي أن الله تعالى أخذ جميع السيئات التي قد جمعها هذا العبد وأبدلها له مكانها حسنات. نعم، مكان كل سيئة حسنة. أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة إلا أتاها، أتى جميع الذنوب، نسأل الله العافية. يقول الرجل: فهل لذلك من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال الرجل: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، يعني تتحول السيئات كلها إلى حسنات. الرجل استغرب، قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. النبي عليه الصلاة والسلام: فذهب الرجل وهو يكبر: الله أكبر الله أكبر. قالوا: فما زال يكبر حتى توارى عن الأنظار وهو يبتعد ويقول: الله أكبر الله أكبر. سبحان الله، ما أحلم الله. تخيل كل السيئات تتحول إلى حسنات. كم سيئة لديك؟ 1000 سيئة تتحول إلى 1000 حسنة. لديك 1,000,000 سيئة ستصبح ثريا بالحسنات، تكون عندك 1,000,000 حسنة، وهكذا. ليس هذا فقط، بل هناك نعمة ثالثة وهي أعظم النعم. أعظم نعمة أن الله جل الله في علاه يفرح بك